راجع من الشغل متاخر الساعه 2 بالليل وما عادش غير 4 ساعات، ولقيت الناس اللي في الشارع بيكلموني وبيقول لي الكلبه مش بتبطل هوا من ساعه العشاء. فقلت لها تعالي، قالوا له انت عاوزه ايه وانا هعمله لك. المهم قالت لي، طلعت لي على السرير كده وقالت لي بصي الحته اللي طالعه لي في دقني دي، انا عاوزك تشيل الشعر ده وتشيل الشعر اللي في الجنب التاني وتحط لي شويه مونوكير كده وتروق عليا. قلت لها حاضر يا حبيبه قلبي، انا ماليش بركه غيرك وهروق عليك ترويقه انت عمرك ما شفت زيها ولا هتشوفي زيها. المهم بدات بقى يا باشا بالفتله كده، قلت اجرب حظي كده اشيل لها الشعر ده، ما نفعتش، قمت جايب لها الموس وقعدت اشيل. المهم وبرضه اتعلمت حوار الفتله، جبت الطريقه من على النت وقلت ايه لازم أنا اعمل لها واروق عليها. المهم شلت لها شويه الشعر اللي كانوا مضايقينها دول، وقمت مظبط لها الشنب والحواجب وروقت عليها من الاخر، وقلت لها هات ضوافرك يا ست لولو مقصها لك تمام واظبط لك العمل. قصيت الضوافر وقلت لها يلا على الفقره اللي بعدها، تعالي فقره الحمى بقى، وقلت لها تعالى مروق عليك واحط لك شويه شامبو ريحتهم حلوه واروق عليك واظبطك. المهم جبت بقى بعد كده الماسك ده وقمت اعمل لها شويه ماسك، ولا تقول لي بقى